اسمه سيف، شاب خريج تجارة، عاش طول عمره في حي شعبي بسيط في مصر. بعد سنين من اللف على شغل ما فيهوش كرامة ولا مستقبل، قرر يسافر الخليج يدور على فرصة. أسرته باعت دهب الأم واستلفوا جزء وجهزوا له شنطة كانت كلها أمل مؤلم. أول ما وصل اصطدم بالحقيقة المرة. كان متخيل هيسكن في سكن كويس وهيشتغل شغل محترم وهيبدأ يحقق اللي كان نفسه فيه، لكن اللي قبله كان غير كده خالص. سكن في أوضة فيها 8 أشخاص، كل واحد سريره حتة خشب فوق التانية، التكييف بيطلع صوت زي هدير قطار، والأكل بالعافية، والشغل 12 ساعة في الشمس، عامل تحميل وتفريغ في مخزن كبير بيشيل صناديق تقيلة لدرجة ظهره بقى يأن ودماغه تعبت من الصمت. الغربة كانت تقيلة، مفيش حد بيحبه ومفيش حضن أم ولا كلمة أبوية ولا قعدة صحاب. الشات مع أهله بقى مرة في الأسبوع، وساعات بيقطع بسبب الشغل أو التعب. كان كل ما يدخل الحمام يقعد ربع ساعة مش بيعمل حاجة، بس عايز مكان لوحده يعيط فيه. الناس في بلده كانوا فاكرينه عايش في نعيم، يطلبوا منه فلوس ويسألوه ليه ما بعتش لسه تليفون جديد. محدش بيسأل عامل إيه، محتاج حاجة، مرتاح، نايم، بتاكل. حتى لما رجع زيارة بعد 1.5 سنة حس إنه غريب في بيته. أخوه لبس هدومه الجديدة، بنته خاله ما سلمتش عليه كويس عشان مسافر ومشغول، وأمه فضل تقوله أنت اتغيرت، وهو مش عارف يقولها إنه مات كل يوم هناك وراجع بجثة واقفة على رجليها بالعافية. رجع البلد بإجازة، بس لقى نفسه مشتاق للغربة رغم قسوتها، لأنه بقى مش عارف ينتمي هنا ولا هناك. هناك غريب وهنا غريب أكتر. بعد 5 سنين سيف بقى عنده مبلغ كويس، لكن خسر حاجات كتير: صحته، جزء من إنسانيته، شبابه، ضحكته القديمة، علاقته بأهله، وحتى قلبه. كل ده عشان حلم وأمل ومجتمع بيقيس الإنسان بفلوسه مش بتعبه.